رحت مضيت في الداخليه على بياض. طلعت في لقاء مع كريم حسن شحاته، بس قلت ان انا في اعلامي شهير قال كذا وكذا وانا مكمل كوره غصب عن الداخليه استغنى عني. اتقال لي اوامر عليا. طب يبقى مين السبب؟ رحت مضيت في الداخليه، تمام. قعدت سنه في جولدي، رحت مضيت في الداخليه على بياض، ولا اعرف هاخد كام، ولا اعرف عايز تلعب عايز شغل. العب، وخمس سنين اعلى عقد اعلى مده لايه. مم. انا عايز العب، هموت وارجع العب تاني في الدوري الممتاز. طلعت في لقاء مع كريم حسن شحاته، خبطت في مين؟ مم. في كابتن شوبير. حلو. ممكن اقول ما قلتش اسمه، ده مش فاكر قلت اسمه ولا لا، بس قلت ان انا في اعلامي شهير قال كذا وكذا وانا مكمل كوره غصب عن بص نفخت صدري على كنت فاكر ان انا رجعت خلاص وبلعب غصب عنه ومش عارف ايه. بعدها بكام يوم الداخليه استغنى عني. يبقى مرتضى منصور برضو السبب. ما سالتش الناس بتوع الداخليه؟ قالوا لي ايه اسبق ايه جالنا اوامر عليا. عمرو عليا. ده اللي اتقال لي، حتى انا نزلت الكلام ده ساعتها في بوست، اتقال لي اوامر عليا. طب يبقى مين السبب؟ لما اطلع اقول مثلا حامد ما عندوش فكره، وحامد شغال مثلا في قناه، اي قناه اكس مثلا، قناه اكس دي عندي انترفيو معاها بكره، وحامد شغال فيها، مره واحده الاقي قناه اكس بيتكلم انت مش هتيجي معانا اللقاء بكره، وانا حامد متخانق جامد. يبقى حامد حامد جامد. انت جامد يا عم حامد ملهاش حل صح ولا لا؟ صح. اي حد كده، يعني اي حد مم. هيفهمها كده صح. مم. هو ملوش دعوه. طب ماشي طب المره التانيه وبعدين ايه؟ تطلع تقول الكلام ده يدخل يشتمك. طب يا ابني رد على الكلام اللي انا بقوله. لا انا هشتمك. مم. والكلام كوبي بيست في صفحات كتير بالكومنتات هي. والموضوع اللي كان معروف يعني، بس انا كنت فاكر لجان لحاجه معينه، ما كنتش عارف ان كابتن شوبير كمان ليه لجان. كابتن شوبير ليه لجان؟